جاء القرار الإداري الحاسم مرسوم وزاري بتاريخ 28 يونيو 1904، وهو وثيقة نادرة ومهمة. هذا المرسوم هو الذي أعطى لمدينة بشار وجودا قانونيا داخل الخريطة الإدارية للجزائر الفرنسية، بعد أن كانت مجرد موقع عسكري فرنسي وسكان مغاربة. بموجب هذا المرسوم ألحقت بشار بالخريطة الجزائرية، وأصبحت تابعة إداريا لوهران وقضائيا لمحكمة معسكر، وعين ضابط فرنسي واحد يقوم بكل المهام المدنية والعسكرية، هو الحاكم وهو القاضي وهو المسؤول العسكري. وفي السنة نفسها تقريبا غير اسم المدينة من بشار إلى كولومب بشار على اسم مستكشف فرنسي أرسلته فرنسا في ثمانينيات القرن التاسع عشر لاستكشاف الصحراء الشرقية، فقتل على يد المقاومة، فاعتبرته فرنسا شهيدا وسمت المدينة باسمه.